السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بنقترح لكم واحد العصير كيجي زوين بزاف، خاطر بحال داك اللي كنشروه في الزنقه، هو هذاك نيت راه كيجي زوين ونفس الشكل ونفس الختوريه. ان شاء الله غتجربوه ويعجبكم. راني كنعتمدو ديما في الدار كنديروه. يلا ندوزو لطريقه التحضير بلا ما نطول عليكم الفيديو. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا معلقه كبيره ديال السنيده الحامضه، عندي معلقه كبيره ديال المختر، عندي هذا الحامض وكذلك ملون باش نلونوا هذا العصير ديالنا. غنديروا العصير بذوق الحامض. عندي هنا 600 غرام ديال السنيده، وعندي كذلك غادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب. شوفوا الطريقه راه سهله البنات، دغيا كيوجد. كناخذوا الميكا وكنديروا فيها داك السنيده وداك النواشف، السنيده الحامضه ومختر وملون حتى هو. غادي نخلطو مزيان. راني كنخرج الهواء من الميكا باش تخلط ليه مزيان حتى يندمجوا المكونات مع بعضياتهم. هذا العصير كيجي زوين بزاف، كنديروا ديما حنايا. تقدروا تحضروا بزاف ديال النكهات. اليوم بغيت نحضر معكم غير بذوق ديال الحامض، راه كيجي زوين بزاف. خذوا البنات هنايا 5 لتر ديال الماء. شوفوا معايا هنايا في الفيديو 5 لتر الماء. غادي نزيد على داك نص لتر الحليب. راني نقصت الماء شويه باش نقدر نخلط داك المكونات. غادي نضيف داك السنيده اللي خلطنا مع المكونات الاخرى الجافه، نزيدو على الحليب والماء. غادي نضيف داك نكهه الحامض 5 دراهم. غادي نخلطو مزيان 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 مزيان. بعد ما ندمجوا المكونات غادي نزيد داك الماء اللي بقى لي باش نكمل 5 لتر. صافي، ها هو العصير ديالنا وجد. نديرو في الثلاجه البنات باش حيت محد هو في الثلاجه هو كيختار مزيان. انا غادي نخوي لكم باش تشوفوا الشكل ديالو، كيجي زوين بزاف ولذيذ. غادي تشبعوا منه البنات. انا راه ديما كنديرو في الدار ديالنا، كل مره كنديرو في النكهه. غادي تعتمدوه ديما، هو اللي كنشرو من الزنقه وكيعجبنا. نتوما تحضروا في الدار بطريقه سهله وبسيطه، راه كيجي لذيذ وخاتر. راه محطوط في الثلاجه هو كيختار البنات. ما تنسونيش بلايك وبارطاج. عافاكم. ويبقى لي نقول لكم هنايا نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.